عارف الممثل اللي يخلّيك تصدّق إن الضحكة طالعة من قلبه، وإن الدمعة طالعة بجد من جواه؟ لو في حد جسّد الكلام ده فهو العبقري أحمد زكي. أحمد زكي هو بطل تغيير الجلود على الشاشة، من موظف بسيط وذكي في فيلم البيضة والحجر، لدور الضابط في زوجة رجل مهم، لحد دور رئيس الجمهورية في أيام السلام. حاجة مش سهلة صح؟ الموضوع مش مجرد تمثيل وبس، ده بيحتاج قدرات نفسية عميقة. أحمد زكي كان عنده قدرة مذهلة على قراءة حالات الناس الذهنية، واللي بنسميها نظرية العقل، بمعنى إنه كان بيقدر يحس أنت بتفكر في إيه وإيه المشاعر اللي جواك حتى لو أنت مش بتظهرها بشكل واضح. ده اللي خلى كل شخصية يعملها تحس إنها شخص حقيقي. أحمد زكي كان عنده قدرة رهيبة على التعاطف مع الشخصيات اللي بيقدمها. تخيل معايا إزاي قدر يحس ويعيش مشاعر شخصيات زي البواب، الوزير، رئيس الجمهورية، الضابط، البلطجي. مش مجرد إتقان للأدوار، هو بجد كان بيعيش في كل دور بيمثله. الأهم من إنك تعيش المشاعر دي إنك تعرف تنظمها. أحمد زكي كان بيقدر يدخل في الشخصية بكل تفاصيلها ويعيش مشاعرها الحقيقية، بس بمجرد ما المخرج يقول كات بيطلع من الدور كأنه بيتنقل ما بين واقعين. يعني البكا اللي بنشوف أحمد زكي بيبكيه بيبقى طالع من قلبه بجد، بس هو بيقدر يتحكم فيه، يطلعه في لحظة وينهيه بعدها. فالموضوع مش مجرد موهبة فطرية وخلاص. أحمد زكي أكيد كان عنده المهارات دي بشكل استثنائي، بس برضه هو طورها من خلال التدريب والخبرة. في النهاية أحمد زكي بالنسبة لي مش بس ممثل، أحمد زكي هو درس في علم النفس وتجسيد حي لإزاي التمثيل ممكن يبقى فن بيعبر عن الحياة في أنقى صورها. استنونا في ما وراء التمثيل.